كانت مامتي زمان واحنا صغيرين عشان تحسسني بقيمتي تقول لي ايه، في طماطم وفي الماس، الاثنين بيتباعوا في سوق في ميدان الجامع، عشان انا مصر الجديده هنا. الاثنين بيتباعوا في ميدان الجامع قدام بعض، واحده بيفعصوا فيها والتانية ورق ازاز محدش يقدر يقرب لها. نفس الراجل او الست على الازاز يضايق المحل. شوفي عايز تبقى واحده فيهم. يعني انا مثلا دايما كل يوم بالليل قبل ما بنتي تنام مستحيل ما اقولهاش انت احلى واحده، انت اذكى واحده، انت ألذ واحده ربنا خلقها، انت نعمه، انت بلاسنج، انت رزق، انت دعائي الوحيد في حياتي. انا كل يوم وبعد ما بتروح في النوم برجع اقولها لها وهي نايمه تاني عشان تسمعها وهي نايمه. عشان انا في يوم من الايام لما دي يبقى عندها 16 17 سنه ما يجيش واحد يقول لها بحبك فتروح بالظبط. لا. فهي كلها احنا بقى كستات كبار نشتغل على حب نفسنا ومعالجه ازاي نحب نفسنا، ونشتغل على ازاي نربي بناتنا شبعانين نفسيا. ما اقولش لبنتي ابدا انت وحشه، او ايه القرف ده، او ايه اللي انت لابساه ده،